السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال وبألف صحة وعافية. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ بناتي حياتي. ما ننساش نرحب بالمشتركين الجدد، مرحبا بكم، نورتوني ونورتوا القناة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي بسبوسة بالبرتقال، بنينة بزاف وخفيفة وسهلة التحضير. نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا على بركة الله. نبداو نوجدوا الشربات تاعنا. عندي كأس سكر، كاس ماء، كاس عصير برتقال. هنا نكونوا صفيناه اكيد. نخلطو مليح ونديروها فوق النار متوسطه. كي تبدا الغليان نحسبوا لها 7 دقائق ونطفيو عليها، ما نخليوهاش تغلي بزاف. هنا نحضروا البسبوسه نتاعنا. عندي 3 حبات بيض، كاس ناقص اصبع سكر. نخلطو مليح حتى يذوب السكر تاعنا. وهنا لا بغيتي تستعملي الباتور ولا البلاندر ولا كيما حبيتي، انا فضلت اني نستعمل الفوي. عندي كأس ناقص اصبع زيت، نضيفه بشويه ونخلطه. اقعد تضيفي فيها غير بشوي خلطي. عندي ملعقه كبيره قشور البرتقال. هنا تقدري تعوضيها بقشور الليمون، يعني زعما ديري خليط بين النكهات تجي بنينه بزاف. هني عندي كأس ياغورت طبيعي، تقدري تعوضيه بالحليب. نخلطو مليح. كل ما نضيفو حاجه نخلطوها مليح. عندي نصف كأس عصير البرتقال. يعني والله سهله وبنينه بزاف وخفيفه ما شاء الله. عندي نصف ملعقه كبيره فانيليا اللي هي لافاني. عندي كأس سميد يكون متوسط، ما يكون لا حرش ولا رطب. عندي 2 خميرة الحلويات. نضيفوا لها نصف كأس سميد، يعني كأس ونصف سميد. نخلطه مليح. نصف كأس جوز الهند اللي هو نواه كوكو. وإلا ما حبيتيش تستعملي نواه كوكو ديري 2 كيسان سميد. راني حنخليكم المقادير في صندوق الوصف مكتوبة. 2 معالق كبار فرينة. ونخلط مليح. نديروها في صينية الفرن وندخلوها طيب درجة حرارة 180 درجة مئوية. المدة ما نقدرش نعطيك المدة، كي تشوفيها طلعت من التحت وبدا حمارت على الجوانب شعلي لها من الفوق تحمار وخرجيها. بعد ما تطيب البسبوسة تاعنا نقسموها وهي سخونة باه تشرب مليح الشربات. سميها مربعات ولا مقروطات ولا كيما حبيتي. نشربوها بالشربات تاعنا ونخليوها تريح مليح تشرب الشربات تاعها مليح ونقدموها. وهذا هو الفيديو تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو شاركوه مع اصدقائكم وخليوا لي جيم وكومنتار واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باه يلحقكم الجديد تاعي. وانا ما بقى لي غير نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.